واحد فينا بيتولد عنده حلم وشغف لحاجة، ويكون متخيل إن لما يحقق حلمه ده هيكون أسعد واحد في الدنيا. بس تخيل لو قلتلك إن في ناس لما حققت حلمها ده كان أول طريقهم للنهاية، بالظبط زي صاحب حكايتنا النهاردة. صاحب حكايتنا النهاردة هو الحارس الألماني روبرت إنكا، اللي اتولد يوم 24 أغسطس سنة 1977 في مدينة جينا، أو بالألمانية يينا. فيينا دي مدينة تابعة لولاية تورينجن في ألمانيا. كان هو الابن الأصغر من 3 أبناء للدكتور ديرك إنكا. انضم إنكا وهو صغير لبراعم نادي يانا فارم. كان بيلعب كمهاجم قبل ما يغير مركزه لحارس مرمى، وبدأ يثبت نفسه في المركز ده في المراحل العمرية الصغيرة. وسنة 1985 بيلعب إنكا مباراة بين أكاديمية يانا فارم وأكاديمية كارل زيس يانا. في المباراة دي بيعجبوا بيه جدا كشافين نادي كارل زيس يانا، بالرغم من إن كان عمره 7 سنين بس، وبيقرروا يضموه لأكاديمية ناديهم. وللي ما يعرفش، نادي كارل زيس يانا ده نادي مشهور جدا وقتها. كان بطل دوري ألمانيا الشرقية 3 مرات، وبطل كاس ألمانيا الشرقية 4 مرات، ووصل لنهائي كاس أبطال الكؤوس الأوروبية سنة 1981، وخسر أمام نادي دينامو تبالس السوفيتي. لكن من وقت توحيد ألمانيا سنة 1999 النادي ده ما وصلش لدرجة أعلى من الدرجة التانية. في براعم نادي كارل زيس يانا بيبدأ إنكا إنه يثبت نفسه أكتر ويتدرج معاهم أكتر، لدرجة إن فرانك أنجل مدرب منتخب ألمانيا تحت 15 سنة وقتها بيقرر إنه يضم إنكا للمنتخب، وبيلعب مباراة ضد إنجلترا في إنجلترا، وبتنتهي المباراة بنتيجة 0-0 وسط إشادة بأداء أكتر من لاعب، من بينهم كان إنكا. زي ما قلت لكم، إنكا كان بيقدم مستويات مميزة جدا في المراحل السنية الصغيرة. عشان كده بعدها بسنتين وهو في عمر 17 سنة بيوقع إنكا أول عقد احترافي له مع نادي كارل زيس يانا. ويوم 11 نوفمبر سنة 1995 بيلعب مباراته الأولى أمام نادي هانوفر 96 في دوري الدرجة الثانية الألماني. وده بعد ما بيقرر المدرب أبرهارد فوجل إنه يستبدل الحارس الأساسي وقتها ماريو نيومان بعد خسارتين متتاليتين وأداء مهتز. وبيلعب إنكا 3 مباريات في شهر نوفمبر، وبعدها بيرجع نيومان لمركزه، وبيرجع إنكا للدكة باقي السيزون. في الموسم اللي بعده في صيف 1996 بيوقع إنكا مع فريق بروسيا مونشنجلادباخ اللي بيلعب وقتها في دوري الدرجة الأولى أو البوندز ليجا. وبيلعب إنكا في فريق تحت 23 سنة لمدة موسمين. وعشان مستواه المبهر وموهبته الفذة اللي بتثبت نفسها يوم بعد يوم، كان برضو إنكا حارس منتخب ألمانيا تحت 21 سنة. وفي موسم 1998-1999 بيتصاب كامبوس الحارس الأساسي لفريق مونشنجلادباخ بوتر أكيلس، وبيقرر المدير الفني فريدر راسخ إنه يدي فرصة لإنكا إنه يلعب أول مباراة له مع الفريق الأول يوم 15 أغسطس سنة 98 في مباراة انتهت بفوز فريقه 3-0 على شالكة. لكن مع إنهم فازوا، الفوز ده بيكون مش كفاية للفريق اللي كان عنده مشاكل كتيرة جدا في خط الدفاع، وعشان كده بيصارع على الهبوط لحد آخر الموسم. وفي الموسم اللي بعده تحديدا صيف 1999 بيوقع إنكا النادي بنفيكا البرتغالي بعقد لمدة 3 سنين، وبيقبل تحدي كبير إنه يلعب لنادي تاريخي زي بنفيكا اللي كان وقتها بطل دوري أبطال أوروبا مرتين وواصفها 5 مرات، وبطل الدوري البرتغالي 30 مرة، وبطل كاس البرتغال 23 مرة. وبيقرر إنكا إنه هيكون قد التحدي ده وهيبذل كل مجهود لإثبات نفسه، خاصة إن مدرب الفريق وقتها كان المدرب الكبير جدا يوب هاينكس، وده كان ألماني زي إنكا. ولكن حظ إنكا السيء كان بيطارد بنفيكا زي ما طارد قبلها مونشنجلادباخ، وفي 3 مواسم بيغير الفريق 3 مدربين، وبيحققوا أسوأ مركز في تاريخهم وهو سادس الدوري سنة 2001. وبيمر النادي بمشاكل مادية بتجبره إنه يقلل ويأخر مرتبات اللعيبة. وبالرغم من كل المشاكل دي، إنكا كان دايما بيحصد إعجاب كتير من المشجعين، وبيقدم أداءات رائعة بتخلي أندية زي أتلتيكو مدريد وأرسنال ومانشستر يونايتد يتسابقوا عليه. وفي سنة 2002 بعد نهاية عقده مع بنفيكا ونهاية 88 مباراة لعبها إنكا معاهم،
بيضطروا ما يجددوش معاه بسبب المشاكل اللي اتكلمنا عليها، وبسرعة بيتعاقد معاه نادي برشلونة في يونيو 2002، وبتكون دي أكبر نقلة في حياة إنكا على كل المستويات. خليني أقولك إنها مش أكبر نقلة في حياة إنكا من حيث المجد والشهرة، وإنه دلوقتي بيلعب في نادي كبير زي برشلونة، ولكن دي برضو أكبر نقلة في حياته الشخصية، عشان كل اللي جاي في حياة إنكا ما كانش يتوقعه حتى إنكا نفسه. وبينضم إنكا لبرشلونة. كان وقتها في مقولة في كرة القدم بتقول إن مركز حراسة المرمى في برشلونة هو أصعب مركز حراسة مرمى في العالم كله، علشان أنت بتنافس الأرجنتيني روبرتو بونانو، وبينافس بعد كده فيكتور فالديز اللي هيكون من أساطير حراسة المرمى في برشلونة وأسبانيا وممكن أقول في العالم. لحد ما بيجي اليوم اللي إنكا مستنيه، وبيلعب أول مباراة له بتيشيرت برشلونة، بتكون في كأس أسبانيا أمام نادي نوفاليدا الموجود وقتها في الدرجة التانية. تبدأ المباراة بيسجل البرازيلي جيوفاني الهدف الأول لنادي برشلونة في الدقيقة 7، بس ده ما كانش كفاية، علشان 6 دقايق بس من الدقيقة 59 للدقيقة 65 تحصل مفاجأة بتكون كابوس بالنسبة لإنكا. بيسجل فريق نوفاليدا هدفين متتاليين، بس بسرعة في الدقيقة 68 بينقذ الأرجنتيني ريكيلمي الوضع وبيسجل التعادل. لكن بعدها وفي الدقيقة 79 بيسجل فريق نوفاليدا الهدف الثالث والمفاجئ، واللي بيه بيخسر برشلونة المباراة وبيقصى بره كاس الملك. وبعد المباراة بيخرج زميله المدافع الهولندي المعروف فرانك دي بور وبيهاجمه علنا قدام الإعلام والصحافة، وبيدخل إنكا في حالة من الشك الذاتي والاكتئاب، لأنه كمان بيحس إن زمايله في الفريق ومدربه وقتها لويس فانخال باعوه للإعلام والجمهور بسهولة وتخلوا عنه، ومحدش قدم له الدعم اللي هو محتاجه. وبعدها بيشارك إنكا في مباراة واحدة لمدة 20 دقيقة في الدوري أمام أوساسونا، ومباراتين في دوري الأبطال تحصيل حاصل أمام كلوب بروج وأمام جالاتا. وفي الموسم اللي بعده بيرحل فانخال من عن تدريب برشلونة، وبيجي رايكرت اللي بيقرر إعارة إنكا لنادي فنربخشة التركي في صفقة تبادلية بالحارس التركي المعروف جدا وقتها روشتو ريسبر. وحالة إنكا النفسية واهتزاز الثقة بيأثروا عليه هناك، وبيخلوه يلعب 3 مباريات بس مع فنربخشة بيقدم فيها أداء سيء جدا. وفي مباراة خسرها الفريق أمام اسطنبول سبور، الجماهير حدفت على إنكا الولاعات والأحذية والأزايز، وده خلى إنكا فورا يفسخ التعاقد مع نادي فنربخشة ويرجع لنادي برشلونة اللي استمر معاهم 4 شهور خارج الفريق الأول. كان بيعاني جدا وقتها من الاكتئاب وبيفكر في اعتزال الكرة نهائيا. وفي يناير 2004 بينتقل إنكا النادي الدرجة الثانية الأسباني تينيرفي، اللي بيلاقي نفسه تاني هناك وبيقدم أداءات كويسة معاهم، وبيرجع ثقته في نفسه تاني وسط حب الجمهور اللي كانوا بيدعموه. وكمان في الفترة دي بيرزق إنكا ببنته لارا، وبيشوف إن حياته بدأت تتحسن. وكمان في نهاية الموسم ده بينتقل إنكا للنادي اللي لعب قدامه أول مباراة في حياته، نادي هانوفر 96 اللي كان وقتها بيلعب في البوندسليجا. بيبدأ إنكا حياته مع نادي هانوفر، بيقدم أداءات ممتازة وبيكسب ثقة الجميع، والجمهور بيعجب بيه لدرجة إنه بيحصل على جايزة أفضل حارس في الدوري من مجلة كيكرز، وبيقدم معاهم موسمين ولا أروع. بس عشان الحظ السيء هو رفيق إنكا الأول في حياته، في 2006 بيفقد بنته اللي بتتوفى نتيجة مرض في القلب اتولدت بيه، وبيدخل إنكا بعدها حالة اكتئاب شديدة جدا. بيرفض يجدد عقده مع هانوفر، لكن الجمهور والمسؤولين بيساندوه وبيقنعوه يجدد عقده، وبيوقع إنكا عقد جديد لنهاية موسم 2009-2010. ودعما ليه بيقرر زمايله إنه يلبس شارة الكابتنة ويبقى كابتن فريق هانوفر 96. وبالرغم من اكتئابه ونوبات الهلع اللي بقت بتصيبه، إنكا كان بيقدم مستويات ممتازة، وبيحصل على جايزة أفضل حارس تاني في موسم 2007-2008، وبيتم اختياره في قائمة منتخب ألمانيا لبطولة اليورو 2008. وفي 2009 بيقرر هو وزوجته إنهم هيتبنوا بنت، وفعلا بيتبنوها. وبعدها بيقدم إنكا أداءات ممتازة جدا، لدرجة إنه كان مرشح كبير جدا مع مانويل نوير لحراسة مرمى منتخب ألمانيا في كأس العالم 2010. ولكن عشان الحظ السيء يكمل دوره مع إنكا،
بيصاب إنكا بفيروس معدي في المعدة، بيتم بعدها استبعاده من منتخب ألمانيا وفريق هانوفر خوفا على زمايله. وكمان بيعرف إن الحكومة الألمانية ممكن جدا تسحب منه بنته بالتبني علشان خايفين عليها من العدوى، وبيدخل إنكا في أشد حالة اكتئاب وصلها في حياته. وليلة يوم 10 نوفمبر 2009 بيروح إنكا يزور قبر لارا بنته، وهناك بيكتب ورقة ويسيبها على القبر، وبعدها يتمشى لحد السكة الحديد، وهناك يقف قدام القطر إنكا وينتحر عشان تنتهي حياة شخص دمره الوصول لحلمه، وصديقه الوحيد في الرحلة كان دايما حظه السيء. وفي يوم 15 نوفمبر 2009 بيتجمع أكتر من 40,000 شخص لتأبين إنكا، ويفضل إنكا دايما لحد النهاردة في قلوب كل مشجعين الفرق اللي شارك فيها، وفي قلوب أيضا زمايله اللي هيفضلوا فاكرينه ويمجدوا ذكراه سنة بعد سنة. ودي حكاية لعبة.